السادة السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، تحية طيبة وبعد. إذا كنتوا فاكرين إن اللي حصل في كأس العالم للأندية وتعادلنا مع بورتو، والناس اللي طلعت تتكلم إن دي مباراة كبيرة وإن الأهلي عمل وعمل وعمل، أحب أقول لكم إن الأهلي ما عملش أي حاجة، وإن في تقصير على كل المستويات، من جهاز فني، من لعيبة، من جهاز إداري. الحاجة الوحيدة والحاجة الوحيدة، العنصر الوحيد اللي قام بدوره على أجمل وجه هو جمهور النادي الأهلي، اللي كنت بتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية والجمهور فل المدرجات مليانة جمهور النادي الأهلي كأنك بتلعب في استاد القاهرة. شفنا أداء على الشق الهجومي، الشق الدفاعي فين؟ لاعيبه المدافعين بتوعنا فين؟ كابتن محمد هاني الناشئ اللي هيعتزل بعد يومين فين؟ كابتن الشناوي اللي بيلعب لي مباراه و50 مباراه حصرنا عليها فين؟ الجهاز الفني اللي لعبنا قدام بالميراس، لعبنا ضغط عالي، قال لك طب خد الكره ماليش دعوه، هاجم ورينا هتعمل ايه. ما عملناش حاجه. خسائر ماليه مهوله. احنا كسبنا، طلعنا بالبطوله ب 11 مليون دولار، كنا نقدر نطلع ب 20 و25 مليون دولار. مباراه واحده سجلنا فيها 4 اهداف، مباراتين تانيين فيهم كل ما يذكر عن التقصير. محمد الشناوي ادانا مباراه انتر ميامي ادانا شوط، مباراه بالميراس ما جاش، مباراه بورتو اجازه نايم. مدافعين بيكهام، انت حبيبي جاي النادي الاهلي مش بتلعب في مركز شباب. عم قفشه، انت مش هتفضل طول حياتك عايش على المباراه القاضيه والهدف بتاعك. ايه كميه الفرص المهدره بالشكل المرعب ده؟ مباراه تطلع 10 اطلع بيها 4 ليه يعني؟ والناس طالعه فرحانين ومبسوطين على ايه؟ ده النادي الاهلي بامكانيات، بناس احنا جبناها عشان تصنع الفارق. كميه اهداف ضايعه ترفع الضغط، كميه اهداف وكميه اهمال مش طبيعيه. مش كده، مش النادي الاهلي ومش غياب التوفيق بس مش بكميه الفرص اللي في مباراه بورتو دي. مباراه تطلع 10-0 والمدرب قاعد بره كميه هدوء. ايه يا عم في ايه؟ مش كده انا مش فرحان بالاربع اهداف لان كان المفروض هم 10. عايزني ازاي افرح؟ انا النادي الاهلي ازاي افرح باربعه؟ افرح ازاي بواحد زي محمد هاني بمستوى بقاله 50 سنه في النادي على نفس المستوى نفس الريتم؟ بيكهام اللي احنا جايبينه قال لي عدل الدفاع جاي يتفاد مرخص عندنا، يتمنظر عندنا واخطاء ساذجه واخطاء ما تخشش. الحارس الكبير محمد محمد شناوي 4 اهداف دول يا ابني، والله 4 اهداف ما يخشوا في حد. انت كنت نايم؟ اللي اعرفه ان الشناوي كان نايم في الفندق ما جاش الماتش. ما فيش حد هيدينا مباراه ويعذبنا عليها 10 وهنفضل قابلين بيه. في 5 6 لعيبه في النادي الاهلي لازم يخرجوا. محتاجين مدافعين. اشرف داري اداؤه صفر، محمد هاني اداؤه صفر، بيكهام اداؤه صفر، اليو ديانج ما يخرجش من النادي الاهلي. اليو ديانج فرده ما تخرجش من النادي الاهلي. مروان بيلعب وهو مصاب، مروان بيلعب وعنده عمل لازم يعملها. اليو ديانج لو عندنا 10 مروان ما يخرجش من النادي الاهلي. مين كان صاحب فكره ان واحد زي ديانج ده ما يخرجش وما يلعبش اصلا؟ فين الجهاز الفني وفين المدرب ان واحد زي اليو ديانج ده ما يلعبش اصلا؟ التركيز في انهاء الهجمات في الشق الهجومي صفر، مدافعين صفر، جهاز فني لعب شوط في مباراه انتر ميامي وشوط في مباراه بورتو او مباراه بورتو والباقي صفر. خدوا اجازاتكم وارتاحوا، بس لو رجعتوا بنفس المستوى تبقى مصيبه. الاداره دعموا الشق الدفاعي. احنا النادي الاهلي ما نقبلش باللي حصل. العنصر الوحيد اللي قام بدوره على اكمل وجه جمهوركم. هو جمهوركم اللي راح وراك وسافر وراك، والناس اللي كانت سهرانه لغايه الفجر وصبح الصبح عندها شغل. خلي اللعيبه دي عندها دم شويه، تحس بالناس والجمهور اللي وراكوا في كل مكان.
لعبت في السعوديه ملعب الجوهره كان مليان، لعبت في قطر الملعب عندهم كانت مليانه، لعبت في مصر مليان، بتروح الولايات المتفقه في اخر الدنيا وجمهورك وراك ومال الاستاد، عايزين ايه تاني؟ الجمهور بينادي عليك في ماتش بالمناسبه، ازاي مش عايزين تروحوا؟ ازاي ما تروحوش؟ وجاي بتصلحها في ماتش بورتو. اداريا احنا محتاجين حد يشد على اللعيبه، وفنيا الراجل لازم يشتغل شويه. اجازه طويله، النهارده الفرقه خد اجازه 17 18 يوم، وهنرجع بعد كده في معسكر عشان خاطر الموسم الجديد مع عوده ياسر وعوده طاهر وعوده امام. مش عايزين ننسى حد، بس اللي كان صاحب فكره التعاقد مع محمد بن رمضان، محمد علي بن رمضان، شابوه، كل الاحترام والتقدير، حته تقيله في نص الملعب. عندي امام، عندي مروان، عندي محمد علي بن رمضان، عندي اليو ديانج، مفيش حجه لحد. اللي هيحارب على مكانه يلعب، قفشه وغير قفشه اللي هيحارب على مكانه يلعب. زيزو، بن شرقي ما يقعدش لحد، حسين الشحات خلاص، محمد هاني خلاص، عمر كمال خلاص. يا ريت الاداره تشوف شغلها والمدير الفني يشوف شغله قدامك فتره طويله. شوف لاعبتك، صح، شوف المناسب واللي مش مناسب. احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم عشان خاطر مصلحه جمهور النادي الاهلي، اللي كل الجمهور شايف ان في 5 6 لعيبه لا يصلحوا ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي الموسم اللي جاي. مش هنتكلم اكتر من كده، ان شاء الله اذا في مستجدات هنوافيكم بيها، وهنتابع المباراه الجايه للفرق العربيه اللي فاضله في كاس العالم للانديه، ونتمنى التوفيق لكل الناس يا رب. دول كده كلمتين ملخص للمباراه وللي حصل امبارح، لان الواحد ضغطه رافع من المباراه ومن كميه الضغط النفسي اللي شافه من الفرق امبارح، ومن كميه اهدار الفرص الغير مبرر. اخواتنا وحبايبنا ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.